أيها الأحبة في الله، أن الثبات على الدين والحق لا يعني العصمة والكمال، لا والله، فالثابتون لهم نوازع وأهواء، ربما كسلوا وربما فتروا، ربما تعرضوا للإغواء، وربما مالوا مع الإغراء، فكل بني آدم خطاء والثابتون من بني آدم، لكن لديهم مضغ وقلوب تنبض حبا لله تعالى، فمقام الله تعالى عندهم ولديهم حاضر، فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، لديهم قلوب حية تشتعل في صدورهم كالأفران إذا انتهكت أو انتهكت محارم الله، غيرة على دين الله. فالثابتون على الدين جاهدوا أنفسهم وصابروا، فهم أسعد الناس بالهداية والتوفيق لها، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.